السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في مادة العلوم. النهاردة هنبدأ الفصل الدراسي الثاني. وقبل ما أبدأ الفصل الدراسي الثاني عايز أبارك لكم على النجاح في الفصل الدراسي الأول. وعلشان نخلي حلقتنا حلوة عايزين نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا منهج العلوم في الترم الثاني 4 وحدات. هنبدأ النهاردة في الوحدة الأولى اللي بتتكلم عن المواد الكيميائية. طبعا يا حبايبي احنا بنتكلم عن الكيمياء. طبعا كلنا عارفين ان العلماء لما جم يصنفوا العناصر في الجدول الدوري الحديث اللي هو خدناه في الترم الأول، طبعا في عناصر فلزية وفي عناصر لا فلزية وفي غازات خاملة وفي أشباه فلزات، يعني أنواع عناصر كتير. طبعا النهارده يا ولاد في بداية الترم الثاني في أول درس اللي بيتكلم عن المواد الكيميائية هناخد أول درس اللي بيتكلم عن الفلزات واللا فلزات. يبقى هبدأ النهارده في الفلزات. طبعا كلنا عارفين إن الفلزات ممكن أتعرف عليها من خلال التوزيع الإلكتروني. طبعا التوزيع الإلكتروني، طبعا أنا عارف إن في الترم الأول لما قلنا مثلا عنصر اسمه الصوديوم حطينا هنا 11 وحطينا هنا 23. طبعا كلنا عارفين ال 11 ديت ده اسمه عدد ذري، وال 23 ده اسمه عدد كتلي اللي هو النيوكلونات. برافو عليكم. طبعا لما بنيجي نعرف او عشان نتعرف على عنصر ده فلز ولا لا فلزي او خامل، طبعا عيننا هنا يا ولاد على الرقم اللي بيتكتب تحت دوت اللي هو اسمه العدد الذري، بنعمل له توزيع الكتروني. طبعا لما بنعمل توزيع الكتروني طبعا كلنا عارفين النواة هي يا ولاد. لو انا طبعا انا بقى يعني لو أنا على اساس ان انا مكبرها مثلا، وطبعا كلنا عارفين النواة فيها بروتونات جوه هنا في بروتونات وفي طبعا نيوترونات هنا داخل النواة. وطبعا كلنا عارفين ان العدد الذري، يعني قصدك تقول يا مستر ان هنا في جوه النواه في 11 بروتون موجب. طبعا لو انا طرحت ال 23 ناقص ال 11 اللي تحت هيديني 12 اللي هو عدد النيوترونات. يعني هنا في اللي هي متعدده الشحن اللي هي ولا موجبه ولا سالبه. طبعا هنا في 12 نيوترون. طبعا لما بنيجي نوزع توزيع الكتروني، اول مستوى كي بيشبع ب2 الكترون، تاني مستوى اللي هو اسمه ال بيشبع ب8 الكترونات، تالت مستوى اللي هو اسمه ام، طبعا انا بوزع ال11 2 و8 10 هيتفضل واحد هو هنا. طبعا ده يا ولاد المستوى الاخير دوت اللي هو اسمه ام بالنسبه لذره الصوديوم ديت هنا في الكترون واحد. يبقى عيني هنا على اخر الكترون موجود في مستوى الطاقه الاخير. لو لقينا عدد الالكترونات الخارجيه، يعني ايه يعني مستر؟ يعني ايه الخارجيه؟ يعني اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير لو لقيناه اقل من الاربعه، يعني لو لقينا الكترون او لقينا 2 الكترونين يعني او 3 الكترونات، على طول اوريدي الذره ديت ذره فلزيه. اذا هنا الواحد دوت يا مستر ده اصغر من ايه؟ من الاربعه اللي في دماغي. اذا العنصر ده يا مستر وانا مغمض عيني ده اسمه عنصر فلزي. عنصر ايه؟ فلزي. العنصر الفلزي طبعا انتوا عارفين الكلام دوت في الترم الاول. العنصر الفلزي دايما بيفقد. يعني لما بيجي يتفاعل مع ذره تانية على طول يا ولاد دي اسمها ذره صوديوم. لما يجي يا ولاد يتفاعل مع ذرة تانية أو يجي يرتبط مع ذرة تانية، لو أنا بصيت هنا يا ولاد الذرة أهي النواة أهي، وطبعا كلنا عارفين هنا في 11 بروتون وهنا في 12 نيوترون. طبعا الكي ديت يا ولاد اللي هي فيها 2، وطبعا اللي هنا في 8. طبعا الام هنا يا ولاد ده الالكترون دوت هيفقد، يعني هيتحول لايون موجب. عشان كده بحطها كده ما بين قوسين وبكتب عليه شحنة موجبة. يعني ده بقى اسمه بقى اسمها الجديد مش ذرة صوديوم،
دي بقى اسمها يا مستر أيون صوديوم، أيون صوديوم، وهكذا. يعني قصدك تقول يا مستر الذرة الفلزية تفقد وتتحول لأيون. وطبعا كلنا أولاد عارفين أنا ما باجيش جوه الحاجات اللي هي الجسيمات اللي موجودة داخل النواة. الشغل كله في الإلكترونات كمان، مش دي ولا دي، هي الإلكترونات الخارجية دي اللي هي الإلكترون اللي موجود حسب العدد الذري لعنصر الصوديوم. يعني لو انتوا بصيتوا يا ولاد بره هتلاقوا هنا بره 10 شحنات سالبة، سالب 10، وجوه 11 شحنة موجبة. طبعا هتلاقي لنا الموجب هنا أكبر من الإيه؟ السالب، يعني عدد البروتونات أكبر من عدد الإيه؟ الإلكترونات، عشان كده بقول عليه أيون موجب. طيب نفس الكلام لو عنصر مثلا اسمه ام جي 12، ماليش دعوه بعدد النيوكلونات، العدد الكتلي 12 لو وزعتيه 2 8 2، يعني هنا ماليش دعوه بالكي، الام هنا الاخير فيه 2، الاتنين ده اصغر من مين؟ من الاربعه، يبقى فلزي. لو انا قلت هنا ايه ال 13، ماليش دعوه بال 27 اللي فوق، لما بنيجي نوزعه بنقول هنا 2 8 3. طبعا اتنين عيني بردك على اخر مستوى هنا 3، التلاتة دي اصغر من الاربعة، يبقى ده فلزي هيفقد 3 الكترونات وتكافؤه يبقى ثلاثي. ماشي، اذا فلزي. نفس الحكاية العناصر الفلزية دائما بتفقد ولا تكتسب، ده اول حاجة. تاني حاجة اذا من التوزيع الالكتروني اتعرفنا على نوع العنصر من التوزيع الايه؟ الالكتروني، التوزيع الالكتروني. تاني حاجه بالنسبه لخواص الفلزات، العناصر الفلزيه يا ولاد معظمها صلبه، معظمها، ما قلتش كلها، معظمها صلبه. ليه يا مستر معظمها؟ ليه ما قلتش جميعها؟ لو انا قلت جميعها لا يا مستر في حاجات تانية. يبقى قصدك تقول يا مستر العناصر الفلزيه اللي بص بقى انا بتكلم على خواص الفلزات، خواص الفلزات لو انتوا قلتوا جميعها ماشي، رقم واحد جمعها صلبة، بس في حاجة يا ولاد بالنسبة للفلز سائل، اللي هو مين؟ برافو عليكم، الزئبق. ما عدا مين؟ الزئبق. أنا سامع كده بعض البنات أو بعض الولاد بيقولوا له إيه؟ بيقولوا يا مستر هو العناصر السائلة مين ومين؟ زيت، مية، عطر؟ لا 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 لا، ده مركبات، أنا بتكلم على عناصر. العناصر السائلة يا مستر 2، واحد اسمه زئبق وبروم. الزئبق فلزي، الزئبق فلزي. اذا هنا يا اولاد ما عدا الزئبق فهو سائل، فهو ايه؟ سائل، مفيش غاز فلزي. دي اول حاجه. تاني حاجه العنصر الفلزي اي فلز بمسكه يعني صلب، معظمهم صلبه، قابل للطرق، اقدر اخبط عليه، اقدر اشكله زي حته عجينه كده بتشكلها زي ما انت عايزين. ممكن مستر ممكن اسحب يعني طالما الجسم صلب يبقى قابل للطرق، والثاني ممكن اتنين والتشكيل. اذا رقم 2 في الخواص قابلة للطرق والسحب والثانية والتشكل. عايزين تكتبوا التشكيل صح، التشكل صح. رقم 3 جيدة التوصيل للكهرباء، جيدة التوصيل للايه؟ الكهرباء، يبقى جيدة التوصيل الكهربي وايضا الحراري والحراري. اذا هنا عرفنا ان الفلزات جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. رابع حاجة يا ولاد العناصر الفلزية درجة انصارها مرتفعة. هقول لكم سريعا يعني ايه درجة انصارها مرتفعة. يعني علشان اجيب عنصر وليكن الذهب ولا الفضة ولا اي عنصر فلزي، علشان يا ولاد اسيحه يعني احوله من الصورة الصلبة للصورة السائلة، بياخد وقت كبير جدا علشان يسيح مني. طبعا مثلا احنا مش هنقول كلمة يسيح في المنهج، قصدك تقول ينصهر منك، قصدك تقول يا مستر العناصر الفلزية درجة انصهارها مرتفعة، زي مثلا الألمنيوم. الألمنيوم يا أولاد بينصهر بس بيبقى محتاج درجة حرارة عالية جدا، يمكن بتوصل ل 660 و3 من 10 درجة مئوية. دي حاجة.
إذا هنا يا أولاد العناصر الفلزية درجة انصهارها مرتفعة. ما تحفظوش الأرقام اللي يقول لك عنصر فلز درجة انصهاره كام ولا كده، لا 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 لا، بس خليكم عارفين الفلزات درجة انصهارها مرتفعة. خامس حاجة يا مستر، العناصر الفلزية يا مستر لها بريق ولمعان معدني، يعني بتبرق بتلمع، يبقى لها بريق ولمعان ايه؟ معدني. دي بالنسبة للفلزات. إذا كده عرفنا خواص الفلزات. مستر خواص الفلزات اللي هي الفلزات اللي ربنا خلقها في الطبيعة دي بيقول عليها خواص فيزيائية. ماشي. اما اولاد بالنسبه للخواص الكيميائيه، اول حاجه في الخواص الكيميائيه اللي عليكم، مش عايز اطول عليكم، الخواص الكيميائيه ان مستواها الاخير بيبقى فيه الكترون او اتنين او تلاته وبيفقدهم اثناء التفاعل او اثناء ارتباطه مع ذره تانيه، بس مش ذره تانيه زي الفلزيه، لا، ممكن تكون ذره وليكن ذره لا فلزيه مثلا يعني. دي حاجه. جاء ولد بيقول لي او بنت بتقول لي طب يا مستر هو بالنسبه للعنصر الفلزي ازاي بيتكون وليكن النحاس؟ بصوا هنا معايا، انا فاهمها لكم حالا دلوقتي يا ولاد. العناصر الفلزيه طبعا كلنا عارفين ان الجزيئات بتاعتها طبعا متماسكه، اهي يا ولاد، اهي ذره مع ذره مع ذره مع ذره مع ذره مع ذره، اهي يا ولاد مرتبطه مع بعض. المسافات اللي ما بينهم دي عاملها لكم بلون تاني عشان تاخدوا بالكم. المسافات اللي ما بينهم دي ضيقه، اهي الحاجات اللي ما بين الذره دي والذره دي اهي يا اولاد ضيقه. طبعا العلماء يا اولاد اكتشفوا حاجه جميله جدا، اهي هذا شكل مثلا يا اولاد لجزء بجسم صلب. لما فحصناها تحت الميكروسكوب لقيناها بتتكون من مجموعه جزيئات، معايا مجموعه جزيئات. وطبعا الجزيئات بتاعت المواد الصلبه هي بيقال عنها جزيئات وذرات، عشان الجزيء بتاعها بيتكون من ذره واحده اهو. طبعا العلماء لاحظوا يا اولاد ان الشكل بتاعه ده اللي بتاع الجسم الصلب ده لها شكل مميز، الذرات ديت مترتبه، عشان كده بقول لك يا اولاد لها شكل بلوري، شكلها حلو كده وجميل. طب يا مستر لو انا مثلا يا مستر جبت الجزء دوت اللي هي الجسم دوت اللي هو بيتكون من مجموعه جزيئات وواخده الشكل بتاعها البلوري، هنبص نلاقي ايه يا اولاد؟ هنبص يا اولاد لو انا كبرتها، انا عملت لها زوم، ماشي يا اولاد، يعني لو انا كبرتها شويه وحبيت اشوف بتتكون من ايه، ركزوا معايا، هنلاقي مثلا هي مثلا لو انا كبرتها وعملت لها زوم هتلاقي هنا الجزيئات ديت يا اولاد اللي هي عباره عن ايه. بص يا اولاد كبرتها شويه اهي كبرتها شويه، طب كبرها تاني هتبقى قطعان زي ما احنا عايزين. طبعا كلنا عارفين ان ده عباره عن لما جينا نكبرها مثلا بقول لكم عملنا لها زوم، لانها بتتكون من ايه؟ من شحنات موجبه، وفي اولاد الكترونات حره بتحيط بيها، الالكترونات السالبه اللي هي بتحيط. اذا دي عباره عن ايونات موجبه، هي يا اولاد ايونات موجبه تحاط بايه يا اولاد؟ بشحنات سالبه من جميع الجهات. عشان كده العلماء قالوا ايه يا اولاد؟ قوة التجاذب اللي بتنشأ ما بين الايونات الموجبة دي والسحابة اللي هي حواليها دي، اللي هي الالكترونات اللي هي حواليها دي، قالوا عليها يا اولاد بينشأ ما بينهم القوة التجاذب ديت اللي ما بين الايونات الموجبة والسحابة اللي بتاعت الالكترونات الحرة اللي حواليها، بيقول عليها يا اولاد رابطة فلزية. انا سامع ولد بيقول لي يعني يا مستر قصدك تقول لو قلنا الصوديوم ال11 ال2 ال8 الواحد اللي هو في الكي والال والام، قصدك تقول الالكترونات دي كلها؟ لا، انا قصدي اقول لكم الالكترونات اللي هي بقول عليها الكترونات التكافؤ، اللي هو ده اسمه الكترون التكافؤ اللي هو الاخير. يعني قصدك تقول يا مستر الالكترونات التكافؤ دي اللي هي موجوده في مستوى الطاقه الاخير؟ طب يا مستر الكترونات التكافؤ ديت بتبقى حرة طليقة بتحاط عاملة سحابة حوالين اللي هي ولاد البروتونات الموجبة. بينشأ منهم ايه؟ بينشأ منهم حاجة اسمها رابطة فلزية. رابطة ايه يا ولاد؟ فلزية. إذا كلنا عرفنا ما المقصود بالرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية معايا يا ولاد
رابطة بتنشأ نتيجة وجود قوة تجاذب بين الأيونات الموجبة مع سحابة الإلكترونات السالبة. معايا يا ولاد؟ جم العلماء اكتشفوا حاجة، قالوا إيه؟ قال لك كل يا ولاد، ركزوا بقى معايا أوي أوي في الجزئية اللي هقولها لكم حالا دلوقتي دي يا ولاد. العلماء قالوا كل يا ولاد مع عدد الإلكترونات الخارجية كتيرة، كل ما الرابطة الفلزية بتبقى قوية. مش فاهمة يا مستر الجزئية دي؟ صلوا على النبي. أنا مش لسه ولاد في الصفحة اللي فاتت دي أهي بصوا هنا يا حبايبي، مش لسه ولاد قلت لكم الصوديوم 11 2 8 1 يا مستر، يعني هنا في كام إلكترون سالب؟ إلكترون واحد سالب بس. طب بالنسبة للمغنيسيوم في آخر حاجة فيها كام؟ في 2 إلكترون سالب. طب والألمونيوم هي مستر لسه شرحها له، فيها كام؟ فيها 3 إلكترونات بره سالب. العلماء قالوا إيه؟ قالوا يا أولاد الرابطة الفلزية بتاعت ذرة الألمونيوم دي أقوى من الرابطة الفلزية بتاعت ذرة المغنيسيوم. ليه؟ علشان آخر مستوى طاقة في كام إلكترون؟ في 3 إلكترونات. وديت آخر مستوى فيه كام؟ 2 إلكترون. قصدك تقول كل ما زاد عدد الإلكترونات الخارجية زاد قوة الإيه؟ القوة الفلزية. والقوة الفلزية يا مستر بتدي صلابة، بتخلي العنصر الفلزي قوي. فهمت ولا لأ؟ الله، ده درس حتة جميلة دي يا مستر. عشان كده لما يجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك علل ليه الرابطة الفلزية في ذرة الألمنيوم اللي هي 13 أكبر من الرابطة الفلزية لذرة المغنيسيوم، طبعا كلنا عرفنا الإجابة، عشان المستوى الأخير فيه كام إلكترون؟ في 3 إلكترونات أكتر من الاتنين إلكترون، يبقى ده أكبر صلابة من مين؟ من ده. فهمتوا ولا لأ؟ دي بالنسبة للجزئية بتاعت الرابطة الفلزية. أنا بتكلم على الفلزات. طب يا مستر، طبعا هنا يا مستر بالنسبة للرابطة الفلزية يبقى كلنا الرابطة الفلزية كل ما بيزيد عدد إلكترونات التكافؤ بتزداد قوة الرابطة الفلزية فتزداد الصلابة، وكل ما بتزيد الصلابة درجة الانصهار بتاعتها بتزيد. يعني لو في عندك عنصر اسمه اكس، ركزوا معايا، في ذرة اسمها اكس وذرة اسمها واي. لو قلت لك درجة دي، طبعا قلت لك دي فلز ودي فلز. ايوه يا مستر. طب مين اقوى؟ قال لك مثلا عشان اعرف مين اقوى في الرابطة بتاعتها ومين اكثر صلابة، اشوف درجة انصهار دي قد ايه، انصهار دي قد ايه، انصهارها كام، واشوف درجة انصهار دي كام. لو طلع الفلز اكس ده درجة انصهار وليكن 400 او 500 ايا كان الرقم، 400 درجة مئوية، يبقى يا مستر يبقى ده اكثر صلابة من ده. ماشي. بردك الجزئية اللي انتوا عارفينها، لو انتوا عندكم العدد الذري ده هنا صغير وتقدروا توزعوه، ماشي، تشوف الوقتات الخارجيه بتاعت ده كام والوقتات الخارجيه بتاعت ده كام. وطبعا مش هيجي لكم اكتر من 20، ما تخافوش، اولى وثانيه وثالثه مش هيجي لكم اكتر من 20. يعني 20 يعني العدد اللي تحت دوت، مش هقول لك ايه في عنصر اسمه اكس 40 ودي 80 مثلا، لا، اقصى حاجه الرقم اللي هيجي لك تحت ده بيجي لك لحد ال 20 عشان تطمنوا. دي حاجه. اذا كده عرفنا ما المقصود بالرابطه الفلزيه. الرابطه الفلزيه هي قوة التجاذب بين أيونات الفلز الموجب، أيونات الفلز الموجبة اللي هي البروتونات، وسحابة الإلكترونات التكافؤ السالبة اللي هي بتحيط حواليها المحيطة بيها. دي حاجة. طبعا دي بالنسبة للرابطة الإيه؟ الفلزية. طيب يا مستر، تعالى بالنسبة للافلزات. اللافلزات كلنا عرفنا يا ولاد اللافلزات مستواه الأخير بيحتوي على إيه؟ يا 5 يا 6 يا 7. من النادر تلاقي في 4 اللي هو زي الكربون. أشرحها لكم حالا دلوقتي. مثلا لو أنا قلت لك مثلا أو قلت لكم في عنصر اسمه إن، ذرة اسمها نيتروجين، العدد الذري بتاعها كام؟ 7، ماليش دعوة بال 14. لو قلت لك مثلا في ذرة اسمها مثلا الأو، ماشي يا ولاد، دي 8،
ماليش دعوه بالعدد اللي دي. مثلا ذره وليكن اسمها الاف 9 ودي 18، ماليش دعوه بدي ودي ودي. لما بتيجي توزع ده مش بتحطوا هنا النواه، بتحطوا 2 5. اه. لما بتوزعوا ده بتقولوا هنا كام؟ 2 وهنا 6، اللي هو طبعا الكي والال، وهنا الكي والال. اه. طب الاف دي بنحط الاثنين، بقيت التسعة 7، بحط المستوى الثاني اللي هو بحط هنا 7 اللي هو الكي والال. ماشي يا مستر. يا ولاد العلماء قالوا عينك بردك على اخر مستوى طاقة. لو لقيتي اخر مستوى طاقة اكبر من الاربعة، يعني الخمسة دي اكبر من الاربعة، يبقى لافلز. اللافلز قدامه حاجتين، يا اما يشارك مع واحد شبهه، لافلز شبهه، او يكتسب. خلينا كلمة يكتسب ده طالما بقارن ما بين فلزات ولافلزات. يبقى اللافلزات بتكتسب يا اما الكترون او 2 او 3. دي حاجة. طب هنا 5 مستر، الخمسة دي أكتر من الأربعة يبقى لافلز. الستة دي أكبر من الأربعة يبقى لافلز. السبعة دي مع أولاد، السبعة دي أكبر من الأربعة يبقى بقى بردك ده لافلز. طب ده عشان يشبع عايز 3 يبقى تكافؤ ثلاثي. تكافؤ ثلاثي. طب ده 6 عايز يشبع يبقى 8 يبقى تكافؤ ثنائي. ده عايز إلكترون واحد يبقى تكافؤه هادي عشان 7. طب يا مستر، يبقى اللافلزات يا مستر عرفنا ان مستر المستوى الاخير بيحتوي اما عن 5 الكترونات. المستوى الاخير مش العدد الذري كله، لا المستوى الاخير الالكترونات التكافؤ اللي هي الخارجيه اللي موجوده في اخر مستوى طاقه. اما ان يكون يتراوح تكافؤ ما بين الاحادي والثنائي والثلاثي. دي حاجه. طب يا مستر، انا كده عرفت افرق من افرق ما بين الفلزات واللافلزات من خلال ايه يا مستر؟ من خلال التوزيع الالكتروني. ماشي. طب يا مستر بالنسبه للحاجات اللي ربنا خلقها فيها، يعني ايه قصدك تقول الخواص الفيزيائيه؟ يعني الخواص الفيزيائيه. العناصر اللافلزات بقى يا اولاد، اللافلزيه. ماشي يا اولاد، انا بتكلم على الخواص بتاعتها. طبعا مش موضح لنا في الكتاب الخواص الفيزيائيه ولا الكيميائيه، انا بتكلم على الخواص على طول، خواص اللافلزات. طبعا العناصر اللافلزيه يا اولاد ركزوا معايا هنا. اول حاجه يا مستر، خلاص احنا عرفنا اول حاجه بالنسبه اللي هي المستوى الاخير اللي فيه اكتر من 4، يعني في 5 أو 6 أو 7. دي اول حاجه. تاني حاجه، العناصر الفلزيه في منها ما هو صلب، وفي منه ما هو سائل، وفي منه ما هو غاز. الله. اللافلزات فيها صلب. صلب بيتمسك بايدي يا مستر. زي مين يا مستر الصلب؟ طبعا كلنا عارفين اللي هو الكربون والفوسفور والكبريت. بيتمسكوا بايدينا كده يا ولاد. الكربون اللي هو الفحم، الاسم التجاري بتاعه اللي هو رمزه سي، ودي بي يا ولاد، ودي اس. طبعا كلكم عارفين، انتوا شطار في الترم الاول. طب والسائل؟ ما انت لسه يا مستر رأفت قايل لنا السوائل كلهم 2، واحد اسمه زئبق فلزي، وطبعا دوت اسمه بروم اللي هي فلزي اللي هو بي كابيتال ار سمول. اما بالنسبه للغاز، افتكروا يا ولاد لما حاجه جميله جدا، لما اجي اقول لكم الله اكبر عليكم انتوا ولاد شطار، 5 عليكم، 5 عليكم، 5 عليكم عشان ما تتحسدوش. يعني ايه يا مستر معلش 5 عليكم؟ قصدي اقول لكم ان في 5 غازات نشطه. لما اقول لكم انتوا 5 مجموعات نشطين يعني شطار، انا بدي 11 مجموعه، في 6 مجموعات بنات خايبه او ولاد خايبين، وفي 5 مجموعات بنات شطار او ولاد شطار. اللي هم مين يا ولاد؟ الغازات النشطه. الغازات النشطه اللي هي اللافلزات. عندكم الاكسجين ده جزيء، عندكم كلور، وعندكم فلور، وعندكم نيتروجين معايا، وعندكم هيدروجين. الهيدروجين لافلز. يبقى خلاص يا مستر عرفنا كل دولت لافلزات، ما حدش ينساها. يبقى كده عرفنا اول خاصيه مستر، يتواجد اللافلز في صوره صلبه وسائله وغازيه. تاني حاجه هشه. يعني ايه هشه؟ يعني قابله اللي هي تتفتت مني وتتكسر، يعني غير قابله للترك، ما اقدرش اكسرها. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو جبت حته فحمه
انت ممكن تكسرها. قال لك لا، مستر الهشة هتتكسر بسرعة، يعني قصدي يعني غير قابلة للترك والسحب والتشكل. والثانية ذاتنيها، وهي أساسا هشة. دي أول حاجة. تاني حاجة يا ولاد، رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء. اقف هنا يا مستر، انت بتقول لي ايه رديئة التوصيل؟ يعني ما بتوصلش كهرباء؟ قال لك لا يا مستر. مستر الكربون ده يا مستر على الرغم من فلز بيوصل كهرباء. اذا مش هنقول بقى جميعها، هقول لكم يا ولاد هنقول جميعها. بصوا بقى يا ولاد، رديئة التوصيل للكهرباء. ماشي. ما عدا مين؟ ايوه عشان يبقى كلامنا صح، ما عدا الكربون. في نوع نضيف يا اولاد من الكربون العلماء لقوه اسمه او قالوا عليه او اطلقوا عليه اسم الجرافيت، اللي هو بيستخدم في صناعه يا اولاد العمود الجاف. عارفين العمود الجاف يا اولاد بالبلدي كده؟ اللي هي الحجاره اللي انتوا بتروحوا تشتروها علشان الريموت عندكم بتاع الريموت كنترول. ماشي، الريموت اللي هو اللي بنشغل بيه التلفزيون والشاشه العرض اللي عندنا. الكربون ده، الكربون بيبقى جوه. يعني لو انتوا مثلا عندكم حب الفضول وحبيتوا تكسروا الكربون، هتلاقي فيه ماده سوداء كده جوه اللي هي الكربون. الكربون ده بقى يا اولاد بيوصل تيار كهربي. يعني لو عملت دايره كهربيه، ماشي يا اولاد، لو عملت مثلا دايره كهربيه يعني ايه؟ يعني مثلا يا اولاد رحت جبت، ركزوا معايا، رحت جبت مصباح، ورحت جبت سلك اهو، سلك عادي اهو، ورحت جبت بطارية يعني ايه يا مستر؟ يعني اي بطارية وليكن فيها موجب وسالب، وليكن مصدر تيار كهربي وخلاص. ورحت جبت هنا بقى، بصوا هنا بقى يا ولاد، طبعا هنا في مفتاح اهو ملامسهم على بعض. ورحت جبت هنا يا ولاد حتة قطعة من الكربون هنا مثلا، قطعة من الكربون، ووصلت كده. هنبص نلاقي يا ولاد اللمبة نورت. ليه؟ علشان يا ولاد الكربون ده اللي هو رمزه سي اللي هو الجرافيت بيوصل تيار كهربي، بدليل اللي اللمبه ايه يا ولاد؟ اللمبه نورت مني، نورت اهي يا ولاد. الدايره الكهربائيه دول على دايره كهربائيه بسيطه، بتستخدم من ابسط الخامات اللي موجوده في البيئه. حته لمبه صغيره، حته سلكه، حلوه ماشي يا ولاد. مصدر تيار كهربي وليكن بطاريه، اي بطاريه ماشي، فيها سالب وموجب وخلاص. معايا؟ طبعا يا مستر بيوصل تيار كهربي الجرافيت. يبقى خلاص يا مستر كده عرفناه. تالت حاجه آه طبعا انا قلت لكم اللي هي جميعها رديئة التوصيل للحراره، والحراره برضك يعني ليه نسيناها؟ والحراره. اذا هنا يا مستر عرفنا ان معظمها بيتواجد في صوره صلبه او سائله او غازيه، وطبعا ليس لها بريق، ما بيتم يعني ما بيتلمعش. معايا يا ولاد؟ ليس لها بريق معدني، يعني معتمه بمعنى اصح. ودرجه انصهارها طبعا منخفضه. هتلاقي الكلام ده يا ولاد، هتلاقي الكلام يبقى هنا يا ولاد درجه انصهارها منخفضه يعني ما بتاخدش وقت عشان تنصهر مني. زي بالظبط كده لو جبت حته زبده وحطيتها على النار، على طول اول ما بيشم النار الزبده او السمنه بتسيح مني. نفس الفكره. اذا هنا يا مستر آه طبعا معتمه، رقم 5 معتمه يعني ايه يا مستر؟ يعني ليس لها بريق معدني. الله يا مستر ده درس سهل وجميل. طب يا مستر لو جالي سؤال يقول لي ايه يا اولاد؟ لو جالك سؤال، اول سؤال ممكن يجي لك في الامتحان ويقول لك او يقول لك قارن، الله، قارن بين الفلزات، قارن بين الفلزات ولا فلزات. طب ده نخليه واجب، يبقى السؤال دوت واجب. هنعمل الجدول بتاعنا، هنعمل وجه المقارنة، هنقسمها فلزات ولا فلزات. يبقى من حيث الشكل صلبة الفلزات يا ولاد جميعها صلب ما عدا يا ولاد الزئبق فهو سائل. هنا منها ما هو صلب وسائل وغاز، وطبعا دي شرحتها. طب من حيث يا ولاد درجة الانصهار، الفلزات درجة انصهارها مرتفعة، أما اللافلزات درجة انصهارها منخفضة. طب من حيث قابلية التوصيل للحرارة والكهرباء، الفلزات بتوصل الحرارة والكهرباء، بينما اللافلزات رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء ما عدا، في استثناء هنا، باستثناء طبعا الجرافيت اللي هو الفحم.
اللي هو الكربون يعني. من حيث طبعا البريق المعدني، الفلزات لها بريق، ديت ليس لها بريق معتمة. من حيث قابلية السحب والطرق والثني والتشكل أو التشكيل، دي قابلة دي غير قابلة. دي أول سؤال. تاني سؤال ممكن يقول لك السؤال التاني اللي هو ده السؤال الأولاني، يقول لك استخرج العبارة الشاذة. استخرج الكلمة أو العبارة الشاذة من باقي الكلمات، ثم اربط بين باقي الكلمات أو باقي العبارات. ممكن يقول لك هنا إيه، أو يقول لكم إيه. بصوا هنا حبايبي، ممكن يقول لكم هنا ذهب شرطة، نحاس شرطة، زئبق شرطة. ركزوا معايا هنا في الجزئية دي، ذهب نحاس زئبق وليكن ألمنيوم. طبعا كلنا عارفين ده فلز، وده فلز وده فلز وده فلز. طب الله، طب امال الكلمة الشاذة؟ يا مستر، ده بيوجد في صورة صلبة، ده بيوجد في صورة صلبة، الألمنيوم يوجد في صورة صلبة، بينما الشاذ هو ده. إذا ده الزئبق دوت فلز بس بيوجد في صورة إيه؟ سائلة. يبقى نحط خط تحتيه أو نطلعه اللي بيربط ده وده وده. مش أنا مستر، دي عناصر فلزية صلبة. ممكن يجيلك سؤال تاني أو يجيلكوا سؤال تاني، السؤال بيقول لك مثلا يعني ممكن أحط لكم مثلا وليكن فلز، مثلا عنصر فلزي وليكن بوتاسيوم، بروم، كالسيوم، حديد، أو أي حاجة. مستر ده ده مستر فلز، وده فلز، والحديد فلز، بينما البروم لا فلز. هو ده الشاذ، وغيره 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 يا أولاد. طالما أنتوا عرفتوا الأساس، ممكن نحط السؤال أكمل. علل، اختر الإجابة المعطاة. ممكن يجي لك على هيئة صح وغلط، ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ إن وجد. ممكن يجي لك على هيئة صوب ما تحته خط. دي حاجة. إذا كده اللهم صل على النبي يا أولاد، خلصنا الجزئية بتاعة الفلزات واللافلزات. طيب، في حاجة تانية يا أولاد عايز أقول لكم عليها. صلوا على النبي. إيه حكاية السبائك؟ طبعا السبائك يا أولاد عبارة عن فلزين أو أكتر. يعني إيه؟ يعني مثلا يعني لو أنا رحت جبت مثلا سبيكة معينة وليكن مصنوعة من البرونز اللي علينا، اللي هي سبيكة البرونز. سبيكة البرونز سبيكة البرونز اللي بنسمع عنها، يقول لك ايه، اللي الفريق ده كسب وطلع المركز الثالث واخد ميداليات برونزية. يعني ايه ميداليات برونزية؟ يعني ميداليات مصنوعة من البرونز. طب البرونز يا مستر ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن حاجتين يا ولاد، عبارة عن قصدير ونحاس. بس يا ولاد نسبة القصدير فيه 5% نسبته، والنحاس 95%. بيجيبوا شوية قصدير يسيحوه، يخلوه مصهور يعني يعني بصورة سائلة، وبرضك ده بيجيبوه على هيئة مصهور ونحطهم على بعض. فالاتنين بيعملوا ايه يا ولاد؟ بيعملوا لي خليط متجانس. أول ما بنضيف دوت مع ده يا ولاد بيديني خليط متجانس. يبقى خليط المتجانس ده يا مستر، دي عبارة عليه يا ولاد اللي هو بيتكون من مصهور فلزين أو أكثر. إذا هنا تعريف السبائك بقى، سيبكم من كلمة البرونز دلوقتي. السبائك تعريفها إيه يا مستر؟ ركزوا بقى معايا. عبارة عن مخلوط متجانس يتكون من مصهور فلزين أو مضاد فلزين أهو. مستر ما ينفعش اكتر من فلزين؟ ممكن، ايوه، او اكتر. ميزه يا ولاد السبيكه الجميله جدا، اول حاجه بتبقى اكثر صلابه، يعني بتبقى جامده، ماشي، عن العنصر اللي داخل في تكوينها. لو كان بيور لوحده، ولد بيقول لي مش فاهم. لو انا عملت سبيكه من النحاس مثلا، النحاس بس، ما مثلا مش هينفع كلمه سبيكه، مش ما ينفعش نقول عليها سبيكه. يعني ورحنا عملنا سلسله من النحاس بس. لو يعني قصدك تقول مستر موجود في يعني قصدك تقول النحاس اللي انا بعمل منه السلسله دوت، بس مفيش حاجه داخله من النحاس. قلت لك
قلت لكم يعني طب ايه اللي هيحدث يا مستر؟ يا اولاد النحاس اللي عمل السلسله دوت يعتبر موجود، يعتبر فلز نقي. يعني ايه نقي؟ يعني ما فيش حاجه داخله فيه، فبالتالي بيبقى لين. السلسله بتبقى لينه. اي حاجه المعدن اللي انا بعمله اللي مصنوع اللي هو اساسا نحاس، لما بيوجد في صوره لوحده ومفيش حاجه داخله جواه او معاه اثناء وانا بعمله عمليه انصهار، بتبقى لينه. علشان كده يحبذ اللي هي يا ولاد اللي احنا ما نستخدمهاش في الصناعه. عرفتوا ليه يا ولاد انا بحط حاجه مع النحاس؟ علشان تبقى اكثر صلابه. وفي حاجه عايز اقول لكم عليها، لو انا لابس دلوقتي خاتم نحاس مثلا يعني، او حديد بس، طبعا يا مستر ممكن في وقت من الفترات يا مستر نتيجه تعرضه لبخار الماء الموجود في الهواء الجوي او الاكسجين يحصل له عمليه صدأ، يصدأ. ده كمان مش هيصدأ وبس، ده كمان ممكن يبوظ لي البشره بتاعت ايدي. قال لك لا، لو انتوا بقى كان في حاجه داخله مع الحديد مثلا او النحاس، عمره ما هيصدي. الله يا مستر، يبقى انا كده عرفت حاجه جميله جدا. عرفت ان السبائك خليكوا بقى معايا، السبائك اكثر صلابه. ايوه. تاني حاجه غير قابله للصدأ. عشان كده اولاد اللي علينا في سنه اولى اعدادي، اللي هي السبيكه اللي احنا اخترناها لكم، اللي هي سبيكه البرونز. يبقى سبيكه البرونز كلكم عرفتوا بتتكون من ايه يا اولاد؟ من مصهور خرسين، قصدير، ده اسمه قصدير، اسف. وده يا ولاد مصهور نحاس، خلطناهم مع بعض. مش اي حاجه، لا، بنسب معينه. 95% نحاس و5% قصدير. عشان كده يا ولاد لما دخلناهم مع بعض عملوا لي يا ولاد سبيكه. مستر، السبيكه دي تعتبر اكثر صلابه. يعني لو كان نحاس، لا، السبيكه دي اكثر صلابه من النحاس وغير قابله للصدأ، وبتستخدم في صناعه الحلي والتماثيل. عندك التماثيل اللي هي بتاعت التماثيل زي المكتوب عندكم في الكتاب، اللي هو اي تمثال بتلاقوه في الشارع عند قصر اللي هو اللي هي موجوده مثلا، اللي هي التماثيل اللي هي عند تمثال الاسدين اللي هو عند اللي موجود يا اولاد في الشوارع وانتم ماشيين كده، تلاقي اي تمثال محمد علي، تمثال في اي حته تماثيل معينه. وفي صناعه الميداليات، يبقى بتستخدم في صناعه ايه؟ دي استخداماتها في الصناعه معايا. دي اذا كده يا مستر عرفنا حاجه جميله جدا. عرفنا ما المقصود بالسبائك، واخدنا يا اولاد السبيكه بتاعت البرونز، وعرفنا مكوناتها، وعرفنا بتستخدم في سبيكة البرونز، بتستخدم في صناعة الحلي والتماثيل والميداليات. دي حاجة. إذا هنا اللهم صل على النبي. وفي عايز أقول لكم حاجة كمان يا أولاد، أنا ممكن أقول لك التماثيل السبائك هل ليها يا أولاد صيغة جزيئية؟ لا يا مستر. عشان يا مستر سبائك المخاريط عمري ما بعبرش وما بقولش عنها. يعني ما لهاش يا أولاد إيه؟ صيغة جزيئية معينة. دي حاجة. إذا كده يا ولاد خلي بالكم من النسبة دي والنسبة دي، نسبة القصدير ونسبة النحاس في صناعة السبائك. دي حاجة. في عندكم بقى آخر حاجة يا ولاد، اللي هي عملية بقول عليها عملية إعادة إعادة التدوير. يعني إيه يا مستر إعادة التدوير؟ يعني بص يا حبايبي، بحول المواد اللي بقول عليها النفايات، اللي هي البقايا، اللي هي الحاجات اللي هي بتترمى في الشوارع. وطبعا كلكم طبعا أنا مش عايز اقول اللي هي ايه بالظبط، انتوا فاهمين الحاجات اللي بتترمى بره في الشوارع، في الباسكت، في الصندوق القمامه اللي هي غير صالحه للاستخدام. العلماء طبعا كلكم عارفين اللي في بعض الناس بيروحوا اللي بيقولوا عليهم النباشين، بيروحوا يشيلوا الحاجات اللي موجوده، وبيروحوا البعض بتوع الخردة بياخدوا بقى بعض العناصر ديت يا اولاد اللي هي مرميه هناك، اللي هي اساسا احنا رميناها عشان ما لهاش استخدام عندنا، وبيروحوا يبيعوها. طبعا بتخش مصانع تانية وحاجات تانية بفلوس، وبيحولوها لمواد صالحة للاستخدام. فهمت كلمة إعادة التدوير يعني إيه؟ مرة تانية،
إعادة التدوير، عملية تحويل النفايات. ده لفظ حلو ده، النفايات. ماشي يا أولاد. طبعا اللي هي الغير صالحة إلى، طبعا كلكم عارفين النفايات طبعا غير صالحة للاستخدام، إلى مواد جديدة. إلى مواد إيه؟ جديدة، مش جديدة وبس، لا يا مستر، وصالحة للاستخدام. وصالحة للإيه؟ للاستخدام. طبعا عملية التدوير ديت ميزتها جميلة جدا. ليه؟ هو لو أنا مثلا عايز أجيب حديد، طبعا يا مستر الحديد ده مش هيجي في وقت ولا في ساعة، في يومين ولا في ثلاثة، ده فيلم لوحده. فبالتالي آه صعوبة استخلاصه من خاماته. ايه اسباب يا اولاد؟ اسباب عمليه التدوير، او اول سبب الاسباب ايه؟ اللي يا اولاد بنلجا لعمليه التدوير، وبالذات في بعض يا اولاد المدن المتقدمه. خلي بالكم، اول حاجه يا مستر صعوبه استخلاصها، صعوبه استخلاصها من خامتها، من خامتها. معايا؟ هنطلعها بس يا مستر عقبال ما اصلك يا ولاد الالومنيوم اللي انتوا بتشوفوه اللي بنصنع بيه الحاجات اللي انتوا عارفينها بتاعت الالوموتيل والحاجات دي، ما بتبقاش جايه كده في الصوره النقيه اللي انتوا بتشوفوها في الشبابيك وفي المطابخ. لا، دي بتبقى مليانه مليانه شوائب. لما بتروح بقى المصانع بيقعدوا بقى ينظفوا ويعملوا، وبعد كده بتطرح للبيع. دي حاجه. اذا وبتبقى صعبه جدا، يعني عمليه بتبقى مكلفه جدا. طب ما نجيبها رخيصة أحسن لنا وخلاص. تاني حاجة، علشان يا أولاد الناس لجأت لعملية إعادة التدوير علشان المادة الخام اللي هي موجودة تحت القشرة الأرضية نسبتها قليلة. عشان كده رقم 2، تناقص نسبة وجودها بإيه يا أولاد؟ بالقشرة الأرضية. بالقشرة الإيه؟ الأرضية. رقم 3، ودي أهم حاجة برضك من ضمنهم، اللي هي انخفاض تكلفة. تكلفة إيه يا ولاد؟ تدويرها. لحد كده يا ولاد، طبعا عن تكلفة إيه؟ عن تكلفة إنتاجها من خامتها. طبعا فرق كبير قوي، فرق كبير. ده أنا بجيبها وبنضفها وما بتاخدش معايا وقت، وكمان الفلوس بتبقاش ياما قوي. إذا هنا يا ولاد لحد هنا أكون انتهيت من شرح الدرس الأول اللي بيتكلم عن المواد الكيميائية. ماشي يا ولاد؟ في الترم التاني لبناتي وحبايبي وأبنائي، طبعا أشوفكم الحصة الجاية والحلقة الجاية مع الدرس التاني، وطبعا للحديث بقية. مع تحياتي.